السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة بأحسن حال. النهاردة كده هنعمل مخلل الزيتون، مخلل كده الزيتون التفاحي بطريقة حلوة وجميلة إن شاء الله تعجبكم، بطريقة كده جميلة وهتحفظها معاك من السنة للسنة. وهنعمل لها كده محلول حلو للتخليل. طبعا كده كل سنة وانتم طيبين. موسم كده الزيتون، والزيتون كده حلو وكتير في الأيام دي وجميل جدا، وبرضه سعره حلو جدا. طبعا هنخلله كده مع بعض بطريقة حلوة، طبعا كده من غير مكونات كتير ولا اي حاجة. طبعا كده مخلل الزيتون حلو وبينفعنا، بنعمل منه بيتزا، بنعمل منه كذا وصفة يعني، وبناكله كده عادي يعني، حاجة جميلة. طبعا كده هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. جبنا كده الزيتون التفاحي، نقيناه كده حلو وغسلناه كويس. طبعا كده معانا حوالي كده 4 فصوص توم، معانا كده فلفل حامي. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم نقطع كده الثوم. طبعا دي اسهل واجمل كده طريقة لمخلل الزيتون، دي اللي هتحفظهولك معاك من السنة للسنة من غير ما يتهري ولا يشرب مية. طبعا احنا كده ما نقعناهوش ولا مشقناهوش، طبعا كده زي ما بنشقه، طريقة كده حلوة وجميلة. طبعا كده الفلفل نقطعه، ده اللي هيعمل لنا كده طبعا طعم جميل للمخلل. طبعا ممكن كده نضيفه صحيح معاه، بس كده نقطع شوية، وممكن برضو تفرميه في الكبة، بس كده بننوع عشان تبقى كده بطريقة جميلة. طبعا كده ريحة الفلفل ده مع الثوم جميلة جدا. طبعا دول كده ممكن نضيفهم كده صحيحين مع نخلي الزيتون بتاعنا. طبعا كده ممكن تضيفي كرفس لو حابه الكرفس. طبعا كده الاول نبدا بسم الله الرحمن الرحيم على بركه الله. طبعا كده معانا البرطمان بتاعنا مغسول ومتعقم زي كده متعودين. طبعا كده ما ننزلش فيه ايدينا تاني. طبعا كده الاول وحدتين كده فلفل. نبدا كده نملى الزيتون بالفلفل اللي احنا قطعناه والثوم. هنعمل احلى واجمل كده مخلل زيتون تفاحي. نملى كده البرطمان مليه كده حلوه. اهم من المخلل ده المحلول اللي احنا هنعمله له نخلله فيه، ده اللي هنظبط الملح بتاعه ونظبط كل حاجه ان شاء الله. طبعا كده ملينا البرطمان بتاعنا، شايفين كده طبعا كده الفلفل والثوم والزيتون، شايفين كده الالوانات الجميله دي. طبعا كده ملينا البرطمان بتاعنا كويس. نبدا كده نعمل محلول التخليل. طبعا كده نبدا معانا بوله بسم الله الرحمن الرحيم، ننزل كده بكوبايه الا ربع عصير ليمون. طبعا ده مفيهوش ميه ولا اي حاجه، عصير ليمون كده خام. نبدا كده ننزل بالميه بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم كوبايه، 2 3 4 5 6 كوبايات ميه، كوبايه الا ربع عصير ليمون. طبعا كده نبدا بسم الله الرحمن الرحيم ربع كوبايه خل، معلقه كده كبيره سكر، ربع المعلقه كده ملح ليمون. طبعا كده نبدا في الملح بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم. ملح كده خشن، معلقه 2 3 4، يبقى 4 كده ملح خشن. نبدأ كده بالملح الناعم بتاعنا 5
6:30. وندوب كده المحلول بتاعنا. طبعا كده لازم نخلي كده الزيتون يبقى كده ملح خشن وملح ناعم، عشان كده المخلل يظبط معاك المحلول بتاعه. ننزل كده بمعلقة عصفر، ندوب كده كويس. طبعا كده ممكن تنزلي بحبة بركة معاهم، تبقى جميلة جدا. دي اهم حاجة كده المحلول بتاعك اللي هتخليلي فيه. دوبنا كده كل المكونات مع بعض. طبعا كده معلقة السكر دي جميلة جدا، هتعتبر كده مادة حفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ كده البرطمان بتاعنا وننزل كده بالمحلول بتاعنا. طبعا احنا كده الزيتون بتاعنا ما نقعناهوش ولا شقيناه ولا اي حاجة. طبعا كده ملينا كده البرطمان بالمحلول بتاعنا. طبعا كده لازم كده على وش المخلل الزيتون بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل كده بشوية زيت زيتون او زيت نباتي، بس كده لو متوفر عندك زيت زيتون يبقى جميل جدا. طبعا كده ملينا البرطمان بتاعنا ونزلنا كده على وشه بالزيت اللي هو سواء زيت زيتون او زيت نبات يعني. ونقفل كده على البرطمان طبعا كده كويس بتاعنا. شايفين كده المخلل بتاعنا حاجة كده في منتهى الجمال. عملناه كده بحاجات بسيطة جدا من غير اي مكونات كتير كده ولا اي حاجة تلخبطك. شايفين كده البرطمان بتاعنا. طبعا كده زي متفقين اول 3 ايام هيفضل كده على مرة كده ومرة كده، وبعد كده عادي نسيبه كده عندنا في المطبخ 20 يوم 25 يوم، نفتح عليه ناكل احلى واجمل كده مخلل زيتون في الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.